بعد ما طلعنا من المقبرة بندور على مقبرة تانية. الموضوع فيه رهبة، هو مش رعب قد رهبة. ولقطة الخفافيش اللي ظهرت مرة واحدة دي شخرمتنا الصراحة. أنا ما بحبش الخفافيش عموما يعني. في مقبرة اهي، اهي مقبرة 35 مش عارف ايه. لا اعتقد ان ده رقم المقبرة. تعالوا ندخل. الله، من الواضح ان النقوش في المقبرة دي افضل لانها نقوش بارزة. بصوا دي بقى نقوش كلها غائرة معمولة في الصخر. هندخل نشوف. ايه تعبان ولا ايه؟ لا نقوش بقى. اما انا اهو مش زهرة، مش غير. في هنا غائر وظهر، في هنا غائر وبارز اصلا. وده حد بيقدم قرابين وزهرة اللوتس اهوت. تعالوا نبص العمود ده. المقبرة هنا اعلى شوية من المقبرة اللي فاتت، نفس الكلام، بس المقبرة هنا النقوش فيها اروع. ومحدش حاول لا، في عمود جنبي مأذي، بس العمود ده بالنقوش اللي عليه محدش حاول يأذيه. الرعب ايه ده يا عم؟ وبص العمدان كانت بتترص ازاي، يعني العمود ده مش واصل للسقف. تعالوا نكمل مع بعض جوه. هي برضو مغامرة وربنا يستر علينا. انا برضو ما بحبش الخفافيش، واضح. لا انا ادخل ولا ايه رايك؟ انا خايف الصراحة. انا هدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الريحة صعبة. لا هنا بقى مليانه خفافيش رسمي. لا مش هقدر، ريحه رهيبه يعني. خفافيش واللي هو الضبابير، كل دي اعشاش دبابير. غريب موضوع الدبور والنحل. ريحه تعالى نطلع. ريحه تقيله قوي قوي، مع انها كان نفسي ادخل والله. ما تيجي ندخل اساسا. تعالوا يلا. تيجي نرمي حجر ولا حاجة؟ لا هتهيجهم ليه؟ احنا نلتزم الصمت. بسم الله حسب كلمة الله تمت ان شاء الله خلق. انا مش قادر ادخل اصلا. بير برضو، يبقى خفافيش برضو في بير. لا احنا نمشي، ان الريحة فعلا تبقى صعبة، ما فيهاش حاجة. يلا بينا. ايه الخفافيش دي بتاكل ايه؟ بتبيه طبعا. بقى تطلعوا من المقبرة، ايه المنظر الرائع ده؟ بس فعلا الواحد اتفاجئ. يلا.